بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاب أني أنا أوجه رسالة تحذيرية لحكومات دول الخليج. حاب أبلغكم أن أنتم في السنوات القادمة راح تنقرضون تدريجيا. عددكم أنتم كمواطنين دول الخليج راح تنقرضون تدريجيا. ليش؟ بسبب عزوف الشباب عن الزواج وعزوف البنات كذلك عن الزواج. احنا للأسف في هذا الزمن، وانتم السبب يا حكومات، خليتوا مجموعة من الزبالة من الممثلين والممثلات وبعض الزبالة من الإعلاميين يكرهون شبابنا ويغسلون عقولهم في الزواج. الزواج غلط، مسلسلات كلها خيانة، مسلسلات كلها طلاق، كلها علاقات محرمة، مسلسلات تبين ان الزواج نكد وعوار راس، والجرايد كذلك كرهوا شبابنا في شيء اسمه زواج، وكذلك البنات كرهوا الزواج. وانتم للأسف يا حكومات حببتوا شبابكم وبناتكم في الدنيا، خليتوهم يركضون وراء الفلوس، خليتوهم يركضون وراء السيارات، خليتوهم يركضون وراء ويلهثون وراء الدنيا، ويأخرون شيء اسمه زواج. وللأسف يعني بعض الدول اسمحت بالدعارة واسمحت بالخمور واسمحت بالمراقص، فصارت العلاقات المحرمة سهلة. الشاب يقول لك يا ريال أنا اليوم مع وحده وثاني يوم مع وحده. الشاب يسافر ويلعب، ما يهمه انه يتزوج. ليش؟ لأنه كره الزواج. شوفوا الآن عندكم في وسائل التواصل الاجتماعي كل للأسف معظم الرسائل في الواتساب نكت على الزواج نكد وعوار راس. وطالعين عندنا في الانستغرام وفي بعض وسائل التواصل بنات ما ادري من وين جايين من الشارع شكلها رقاصة، يقول لك ايش لك بالزواج؟ عيشي حياتك يا بنت. وهذه الإنسان المعفنة عندها مليون فولور، عندها ناس يتابعونها. نعم، بناتنا صغار يتابعونها الاشكال الزباله. فعلا تقول لهم ايش لكم بعوار الراس؟ عيشي حياتك، سوقي سياره وهكذا. فعلا حمله شديده شرسه يقومون فيها كثير من الناس العلمانيين اللي ما يسوون الانعال، كرهوكم في شيء اسمه زواج. وللاسف شبابنا وبناتنا ضحايا لهالهجوم اللي للأسف عندنا ناس كثير من الحكومات الخليجية يعرفون هذا الموضوع وساكتين ومغطين عليهم. والله حسابكم عسير عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لكم بسبب هذا التأخير صار كثير من الشباب يتزوج بعد إلحاح وضغط من إيش؟ من أمه وأبوه. وكثرت عندنا العنوسة. البنت الآن توصل 40 و50، وعندنا بنات في 60 حتى ما تزوجوا، وأبشركم في بنات في 70 ما تزوجوا. نعم، بسبب إيش؟ تكريهنا في شيء اسمه زواج. وتعرفون شو اللي صاير الحين؟ صاير عندنا نظام غربي. صار شباب الخليج يطبق النظام الغربي. شلون؟ لما يتزوج ولد ولدين بس، ما يبي زيادة. الآن الشاب لما يتزوج يقول لك والله لا أنا أبي أستانس أول سنتين ثلاثة ما أبي عيال. وفعلا هذا اللي حاصل. وبعدين إذا فكر أنه يجيب عيال، ولد ولدين وبس، نفس ما قاعد يصير الآن في بعض الدول الأوروبية اللي فعلا عدد السكان الأصليين، مثل خاصة الدول أعتقد الاسكندنافية مثل النرويج والسويد، صار في تناقص شديد في أعدادهم بسبب انتشار الشذوذ الجنسي وانتشار عدم الزواج مثل ما قاعد يصير عندنا. الحين ما يبون يتزوجون، فلما ما تبون تتزوجون راح يقل عددكم، راح تنقرضون. أنا أقول لكم وأحذركم يا حكومات الخليج، حاسبوا على الشعوب الخليجية، لأن احنا ما نفكر في سنة وسنتين قدام، لابد أن احنا نفكر في 10 و20 و30 سنة قدام. إذا كان كل سنة نقول مثلا 1000 ولد يطلع من بطن أمه و1000 بنت تطلع من بطن أمها، حطوا في بالكم أن 300-400 من الشباب يموتون في الحوادث، يموتون
في الحياة. دائما الذكر والولد هو اللي معرض للحياة وللموت والرجال، وخاصة مع عدم وجود شيء اسمه تعدد. كرهتوا الناس في التعدد فصار عدد السكان. وشوفوا، أنا ما بقول لكم كلام من عندي، كل مسؤول الآن يشوف الإحصائيات، يشوف كم عدد المواطنين سنة 2015 وشوفوا عدد المواطنين الآن 2017، شوفوا كم عدد المواطنين 2013 وشوفوا كم عددكم الآن. هل العدد قاعد يزيد ولا قاعد يقل؟ هل الزيادة قاعدة تزيد بقلة؟ لأن كل ما الزيادة تقل ترى بعدين راح يصير عملية عكسية، العدد السكان راح يظل ثابت وبعدين يبدأ في التناقص مثل ما صار في الدول الأوروبية. أنا أوجه تحذير للجميع، حاسبوا على المواطنين. يكفي ان احنا في دول الخليج عدد المقيمين وعدد الأجانب في تزايد، في بعض الدول نسبة الأجانب 90% بالنسبة للمواطنين. وإذا احنا ما كثرنا وشجعنا المواطنين على الزواج وشجعنا المواطنين على الإنجاب وشجعنا المواطنين على التعدد، والله راح تنقصون، راح يقل عددكم. ويعني هذا مو بكلامي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة يكون على القيم 50، يعني الرجل يكون مسؤول عن 50 امرأة. نعم، وهذا الموضوع صار الآن في العراق الآن لكل 26 بنت رجل واحد. شوفوا ايش كثر الريايل اللي ماتوا في العراق. في البوسنة أيام الحروب وصل العدد لكل 9 بنات رجل واحد. وهذا الموضوع مع الوقت راح يصير عندنا إذا إحنا ما تداركنا أنفسنا، إذا ما طبقنا شرع الله سبحانه وتعالى في تشجيع الشباب على الزواج، في الكف عن دعم زبالة المجتمع، هالرقاصات الممثلات والممثلين اللي مخربين عقولنا بتكريه الشباب والأجيال في الزواج بسبب عدم الضرب بيد من حديد على بعض الصحفيين وبعض الإعلاميين اللي يبثون السموم وينشرون الفساد في أمة الإسلام. نعم، أنا الكلام هذا مو بعندي. شوفوا الآن التلفزيونات، شوفوا الآن وسائل التواصل، كلها حث على الرذيلة، كلها حث على إيش؟ على الفساد، وكلها إيش؟ تأجيل. اسأل أي واحد من الشباب الآن 20 سنة عمره، قول له تعال تزوج، يقول لي شبي في عوار الراس. يا عمي حتى البنت تقول لك لا أنا بكمل تعليمي، لا أنا بسوق سيارة، لا أنا بأشتغل، ليه ما يصير عمرها 27 28 29؟ صاروا البنات ما يبون يتزوجون، وصاروا الشباب ما يبون يتزوجون، واستبدلوا الفطرة الصحيحة بفطرة إبليس وفطرة الفاسدين بالزنا والعلاقات المحرمة والمغازل واللعب والسفر إلى البلاد الخارجية لممارسة الدعارة والعياذ بالله. الله يرحمنا برحمته. هل هذا اللي احنا نريده؟ هل احنا وصلنا لمرحلة ان سمحنا لشرذمة من المجتمع ان يسيطرون علينا ويبثون الفساد؟ انا اوجه تحذير لكل مسؤول خليجي وعربي انه يخاف من الحساب. حسابك عسير عند الله سبحانه وتعالى. اي انسان وفي يده القرار والله حسابك عسير. ووجه رسالتي لأهل الخير، أنتوا وينكم راقدين ايش ناطرين؟ لمتى ساكتين؟ لمتى ما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ يا أخي احنا ما قاعدين من كلامي هذا ان احنا نسوي الحرام ونسوي الغلط ونسوي مظاهرات لا يا أخي، لابد ان احنا يكون لكم دور. قدموا النصيحة للمسؤولين الكبار. لابد ان الشخص واحد مختارين فيهم، عندنا في بعض فلان بالفلان لما يروح يقعد مع الأمير ولما يروح يقعد مع الملك شو يطلب؟ طال عمرك والله أبي أرض، طال عمرك والله المشروع الفلاني أبي يرسي على هاي طلباتهم. أنتم تفكرون عندكم في ناس مختارين فيهم يروح حق الحاكم يطلب طلب في خير للمجتمع؟ إلا ما ندر، إلا ما رحم ربي، قلة قليلة اللي فعلا، يعني ما بقول ما في حد عشان لا يزعلون علي، قلة نادرة جدا اللي تفكر لما تروح حق الحاكم تطلبه بشيء يفيد المجتمعات. تحذير شديد قبل ما أنهي الحلقة، والله إذا استمر الحال الآن لا تسمعون كلامي. روحوا شوفوا المواليد في وزارة الصحة، روحوا شوفوا الإحصائيات في المحاكم. هل الزواج فيه تزايد؟
هل المواليد في تزايد؟ المواليد قاعدين يقلون. وشوفوا حوادث الشباب، شوفوا العنوسة ايش كثر زايدة، وراح تعرفون ان اذا استمريتوا على هالحال عددكم يا خليجيين راح ينقرض وراح يقل. ولا تستبعدون ان في يوم من الايام هذول ياكلوننا ويطردوننا من البلد والبلدان اللي احنا عايشين فيها. الله يرحمنا برحمته. ويعني صراحة أذكركم بس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. لا يقصون عليكم الغرب ويقول لكم والله بسكم واحد واثنين، والله العظيم إن شاء الله الواحد يجيب 10. هذول رزقهم عند الله سبحانه وتعالى. لابد ان احنا نخلي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يفتخر فينا يوم القيامة، لما يجي يوم القيامة ووراه مليارات من البشر من أمته آمنوا بالله وآمنوا به. لكن اللي أنتم تسوونه للأسف وساكتين بيع على رؤوسكم قريب إذا ما انتبهتوا وتداركتوا هذا الموقف. يعطيكم الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.